السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناة كويزين ماتا. نتمنى تكونوا كامل بخير. اليوم جيت نخدم معاكم وصفة جديدة وراها طوندونس، نتمنى انكم تجربوها لان صح تستاهل التجربة. وصفة اقتصادية وبنينة بزاف، وصفة معسلة، قاطو معسل ما شاء الله، بنته خرافية واقتصادي وتمدلك كوانتيتي كبيرة. عايلكم من الداخل كيفاش دايرة ولا أروع. نتمنى انكم تجربوا الوصفة لانها صح تستاهل التجربة. ودروك نتمنى انكم تحبسوا الفيديو، نفكركم ديروا جيم، تخلوا تعليق، ولأول مرة تشوف القناة دير اشتراك باش يوصلها جديد، ومام باش يوصل لأكثر ناس باش تستفاد به. نجوز المقادير مع طريقة التحضير. اللي هنا عندي 250 غرام تاع مارغرين، راح نزيد عليها نص الكاس تاع الحسل. كما راكم شايفين حنفرغ المارغرين على الحسل ونحطهم فوق الغاز يذوبوا. بعد ما يذوبوا راح نزيد عليهم النص مغرب كما راكم شايفين تاع بيكربونات، نحطهم ضرب فوق الغاز. عامليكم بعد ما ذابوا كي ولاو يغلوا كما راكم شايفين ديروا فقاعات، زدت عليهم فوقهم هذيك النص المغرب تاع البيكربونات، نخلط مليح ونفد من فوق الغاز، ما نخليهمش فوق الغاز كما راكم شايفين، ونخليه ونبقى نحرك حتى يبرد معنا الخليط باش نحطوه في الغيسيبيون او نفرغوه في الغيسيبيون ونخلوه يبرد كما تحبوا. انا لهنا بردته في الكاسرول بيان باش فرغته كما راكم شايفين في الغيسيبيون، ومن بعد بديت نضيف عليه في البيض. اللي هنا درت الحبه الاولى، اللي هنا البيض درت 2 حبات تاع بيض، درت الحبه الاولى وخلطت مليح باش ما يطيبليش البيض، باسكو الخليط تاعي مازال دافي. نخلط بيان وزدت الحبه الثانيه، وثاني عاود نخلط الخليط هذا تاعي مليح حتى يتجانس معايا الخليط، باش نزيد عليه الكاوكاو محمص ومطحون كما راكم شايفين. هذا الكاس الاول، هذا الكاس الثاني. ملاحظه ديري كاوكاو، ديري جوز، ديري لوز، يعني هذا شيء اختياري، الجود من الموجود. ومن بعد ما خلطت مليح زدت عليهم 2 كيسان تاع كاطو مرحي. هذا الكاس الاول وزدت على الباكيه تاع الخماره كما راكم شايفين، خلطت بيان. ورايحه نزيد الكاس الثاني تاع الكاطو مرحي مليح. هاهو ليكم ندير الكاطو نزيدو غير بالعقل ونخلط. ملاحظه الكاطو اي نوع عندك تاع كاطو تقدري تستعمليه. وبقيت نخلط. اللي هنا ملاحظه راح نقول لكم عليها، هاي ونيه كيفاش راهي دايره. اللي هنا ملاحظه راح نقولها لكم، مش راح تكون كيما الكيك ومش راح تكون كيما الصابي، ليسونسيال تكون طريه في يدك، يعني تتلصق شويه في يدك. بعد ما وصلت الخليط اللي نحوس عليه، دهنت البلا تاعي بالمارغرين وبديت نخبز في العجينه تاعي في البلا. هاي لكم سويتها من الوجه بيان، ومن بعد رايحه نحطها في الفور اطيب. بالنسبه للطياب تاعها كيما تاع الجينواز، كي تشوفيها حمرت مع لي كوتي شعليها من الفوق. هاي لكم بعد ما طابت، قلنا كي تشوفيها حمرت كامل مع الحواشي نشعللها من الفوق تحمر لي. نكون موجده الحسل. اللي هنا الحسل على حسب ما تبحوا، الا حبيتوها معسله بزاف تقدر تزيد معاكم حتى 500، يعني رطل تاع حسل. بعد ما شربت بيان قطعتها. بالنسبه للتقطاع شيء اختياري، انا قطعتها مثلثات وقلعت هذو لي كوتي اللي راكم شايفينهم، دروك هما اللي نديكوري به الحبات تاوي تاع الكاطو. اللي هنا هاي ليكم بعد ما قطعتها وشربت بيان، خليتها ليله كامله تشرب، ديكوريتها بهذوك لي كوتي اللي شفتيهم، هذوك الحواشي دوك اللي قلعتهم كما شفتوا، فتتهم وزدت عليهم فوق الكاطو تاعي، وزدت فوقهم اللوز ايفيلي او اي ديكور تبغوه ديروه، يعني شيء اختياري بالنسبه للديكور. نزيدكم حاجه تقدروا تخلوها هكذاك بلا ما تفتوه فوق هذاك الحواشي تاعها تاع الكاطو. تاني نزيدكم حاجه واحده اخرى، الا حبيتوها تجيكم عاليه على هكذا ما ديروش في بلا كبير. انا درت في البلا 25 على 25 الطول يعني درتو كاري 25 على 25. تقدروا تصغروا في البلا تاعكم باش تجيكم عاليه على تاعي. هاي لكم بعد ما بردت قلنا وتشربت، هاي لكم الداخل كيفاش داير ما شاء الله، البنتها خرافيه. هاكم شايفين كيفاش جد دايره من الداخل، وبنتها ما شاء الله
نتمنى أنكم تجربوا الوصفة لأنها تستاهل التجربة. هاي لكم ما شاء الله.